السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية. الوصفة تاع هذا اليوم هي وصفة من المطبخ الغربي أو من الحلويات الغربية، وهي حلوى قديمة ومعروفة، ويعني كامل نحبوها وإنما أنا جبتها لكم فيها واحد السر كيما هكا، طريقة شوي مختلفة على الشيء اللي مولفي كيفاش مولفين نخدموها من قبل. تخليها طرية وهشة. فقط نقول اللي يشوف القناة لأول مرة انه يشترك ويفعل الجرس، لان مازال هنالك العديد من الوصفات، ودعموا القناة لأنها منكم وإليكم إن شاء الله. وانا الوصفة هذه جاتني كما قلت لكم خفيفة وبنينة، يعني ربي يبارك. ماهيش كيما هذيك اللي ديفا نلقاوها معلكة ولا تجي شوية يابسة. لا لا، هذه حتجيكم خفيفة مثل الهواء. نبداو على بركة الله في المقادير. عندي السكر الناعم، وعندي السكر خشن، وعندي فرينة، وعندي كاوكاو، وعندي حليب وفانيليا اكيد للتنكيه، يعني السر تاعنا لهنا هو الحليب. وعندي 5 بياض بيض. هنا بياض البيض راح نضيف له قرصة تاع ملح. الشيء اللي نعرفوه انه بياض البيض يطلع بقرصة ملح، ولازم يكون بحرارة الغرفة، يعني نكونوا نحيناه من الفريجيدار عنده مدة. بعد ما يطلع رغوة، راح نحط 75 غرام من الكاوكاو، يكون مرحي ومحمص مليح مليح. راح نزيد له 75 غرام من السكر الناعم، ونزيد له ايضا 30 غرام من الفارينة، اي ما يعادل تقريب ملعقة تاع اكل. راح نخلط المواد الجافة هذه مع بعضها، والسكر نضيف له عفوا بياض البيض حنضيف له السكر العادي او سكر التسكير تدريجيا، وانا نخفق في بياض البيض كما راكم تشوفوا راهو كيطلع لي مليح ولا يعني جامد. ثم حنزيد السكر تدريجيا حتى نخليه يتخلط حتى يذوب السكر. من بعد راح نضيف المواد الجافة اللي كنت خلطتها مع بعضها، ونضيف من الأسفل إلى الأعلى، وأنا نخلط ماشي بلا ما نخرج الهواء، هكذا باش تنجح لنا الوصفة. يعني من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى حتى تندمج جميع المكونات. هذه ثاني إحدى الحيل اللي توصلنا النتيجة ناجحة. من بعد راح نضيف عليه أيضا 30 غرام من الحليب، جاني تقريبا ربع فنجان. وراح نخلط بشوية. والقاطو هذا راهو كيطيب في فرن مسخن مسبقا على درجة 180 درجة. لازم نلقاوه ما خليوش يطول. ولازم طيبوه فوق ورق الطهي، يعني ضروري يطيب فوق ورق الطهي هكذا باش ما يلصقش، انه سكر وبيض. وراح نسويه، لازم نسويه جيدا. السطح تاعو لازم يتسوى مليح مليح هكذا باش تجيكم الطبقات من بعد متساوية. وايضا هذه الحلوى كملاحظة تقدروا تقدموها مع العصائر في المناسبات تاعكم، ومازال راح نقدمها لكم بعدة اذواق اخرى، لانه درك لاباتيسري والحلويات مضيفه فيهم نوعوا فيهم بزاف. لهنا حنخدم كريمه الزبده. درت 200 غرام تاع زبده، خفقتها هي الاولى، من بعد زدت نفس الميزان تاع السكر نضيفه تدريجيا هكذا باش نتحصل على كريمه زبده بيضاء وتكون مليحه. واللي جاتها يابسه تضيف ملعقتين اكل من الحليب. لهنا البسكويت تاعنا بعد ما طاب
نحيه باش يبرد من ورق الطهي. انا قسمت ورقه تاع الكاستيل، قسمتها الى 3 اطراف متساويه، وهذوك الحواف نحيتهم في جهه باش من بعد نديرهم في التزيين من فوق. هنا حكمت درت الطبقه الاولى، درت كريمه الزبده، ونزيد نحط الطبقه الثانيه. راح نسويها وراح نعدلها، نضغط شويه هكذا باش نخرج الهواء ونخلي الورقات يلصقوا مليح. الورقه الثانيه بعد ما دهنتها بكريمه الزبده، زدت دهنتها بالمعجون، حيزيد يمدلها واحد النكهه يعني بنينه بزاف بزاف، ويجي الحشو يعني مليح بزاف بزاف. والطبقه الاخيره راح ندير كريمه الزبده وايضا المعجون، ومن بعد التزيين راح يكون بهذوك لي شوت مرحيين، والكاوكاو يعني مرحي. وراح نحطها في الكونجيلاتور او في الثلاجه، كونجيلاتور ساعتين وفي الثلاجه ل4 ساعات. من بعد نقسمها ونعدلها يعني، والموس لازم يكون ماضي باش نقدر نقسم به. وهذه هي الحلوى تاعنا بعد ما وجدت. نزينوها بالسكر الناعم، وكما قلت لكم راهي بنينه بزاف، ان شاء الله تتوفقوا فيها، والسلام عليكم.